السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم الصحة وفي احسن حال. بسلم على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر. اوعوا تداروا المحطة، اوعوا تروحوا في اي حتة. النهارده روتين حلو هيعجبكم، ممكن يكون جديد من نوعه بالنسبة يعني للناس اللي متابعاني جديد، وممكن يكون برضو جديد برضو من نوع ليا، لان انا عمري ما عملت كده على السطح بامانه. يعني بامانه اول مره ان انا اجيب ميه كده واقعد واذبح فراخ واقعد انضفها معاكم واوريكم يعني يومي كله عامل ازاي. صلي كده على النبي ونقول عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي دعوه حلوه لاخواتنا في فلسطين، ودعوة حلوة في السودان إنه ينصرهم ويعدوا المحنة اللي هم فيهم على خير يا رب، ويجبر بخاطرهم ويراضيهم ويعوضهم عن كل اللي شافوه. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب. حطوا لايك كده شجعوني. وليه شيرين، احنا معاك ان شاء الله، واللي جاي هيكون افضل باذن الله، وان شاء الله نشجعك في كل فيديوهاتك اللي جاي. انا مش عارفه يا جماعه بعمل فيديو، مش عارفه هنزله على قناه ايه، قناه من بيت شيرين واسامه ولا قناه معكم شيري اسامه؟ بصراحه مش عارفه. بس بص، عايزه اقول لكم على حاجه. انا لقيت نفسي ان انا طول ما عمال اعمل روتين 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 روتين، حاسه ان الناس ممكن تكون زهقت وقالت يعني ايه الجديد عند شيرين، يعني ايه الجديد. وخصوصا يا جماعه ان انا اصلا اهلي مش موجودين هنا زي اليوتيوبرات اللي بشوفهم يروحوا يصوروا مع اهلهم عند اهلهم، يعملوا روتين في بيت اهلهم في المطبخ بتاعهم بتاع والدتها مثلا، او تخرج مع اختها او تروح تعمل روتين عند اختها. الكلام ده كله لا يا جماعه. الناس اللي متابعيني من زمان قوي طبعا حبايبي كلكم على راسي، بيقولوا لي يعني عارفيني يعني، هم بيحبوني والله العظيم. بيقولوا يا شيرين اشتغلي واحنا معاكي حتى لو هتطلعي من اوضه واحده، ربنا يا رب يبارك فيكم. بس الناس اللي تعرفني برضو يا جماعه عارفين ان انا متجوزه في محافظه غير المحافظه، فعلشان كده انا كل 3 شهور لما بروح عند اهلي يوم ولا 2، وممكن ما اصورش كمان، لان انا بحس ان يوم ببقى رايحه تعبانه ويوم بقعد معاهم ويوم برجع فيه، فاهمين ازاي؟ بكون مروحه على بيتي يعني. فبحس ان الايام كلها يعني يومين 3 ما بلحقش ان انا اعمل فيهم حاجه، لو طلعت لايف ولا حاجه عشان اطمن كل حبايبنا ان انا كويسه الحمد لله، وان انا سافرت، او ساعات بقول لهم ان انا مسافره بكره ادعوا لي ان اوصل بالسلامه. فبحب ان انا اطمنهم عليا من خلال البث المباشر اللي بعمله عند والدتي. انا هنا بقى كنت ذبحت، عايزه اقول لكم الفراخ دي، فاكرين الست فراخ اللي انا جبتهم ايام ما بدات توضيب في الشقه بتاعتي اللي انا اللي انا كنت بوضب فيها، اللي انا الحمد لله خلصت الحمد لله. فاضل بس اللي هو تشطيب السباكه، وبعد كده ان شاء الله يكون خير في اللي جاي باذن الله يا رب، اللهم امين. المهم يعني فاكرين لما جبت الست فرخات دول، وكانوا هي نور اللي جايبهم تلعب بيهم، وانا قلت لها يا نور ده 2 هيموتوا يا نور، روح اشتري كمان ايه 4 عليهم، بقوا 6. كل يوم كنت براقبهم من بعيد ان هم هيموتوا، ايوه هم هيموتوا. يعني اشمعنى دول اللي هيعيشوا؟ انا كل حاجه بجيبها بتموت، كل حاجه بجيبها ما بتنفعش معايا. فالحمد لله مش عايزه مش عايزه افكر نفسي بالمواجع. المهم لقيت ايه، لقيتهم عاشوا بسم الله ما شاء الله. فراح اجيب علف اللي هما بياكلوه من المحل بتاع العلف. لقيت صاحب المحل بيقول لي يا ام احمد، اصل هو جارنا عارفنا وكده، قال لي يا ام احمد الفراخ انت بتاكلها ديت اللي كانت نور جايباها وبتلعب بيها؟ قلت له اه. قال لي طب يا ام احمد ما تاكلهمش تاني بعد كده؟ قلت له. قال لي يا بنتي خساره، كيلو العلف ب27 جنيه، وهم مش هيكبروا عن نص كيلو، ريحي دماغك بجد والله العظيم ما هيكبروا عن كده. قال لي والله ما هيكبروا عن كده، ده بيبقى فرز تالت او رابع باين في الفراخ، والفراخ ما بتبقاش بتكبر، هي نص كيلو وبتقفل على كده. الفرخ نص كيلو يا ستي احشلها ايه، احشلها فرخين 3 كده، واعملي 3 كده ايه زي الفراخ البلدي كده في شوربه كده، والتلاتة التانيين احشوهم برز كده وبالهنا والشفا اللي ياكل. قلت له والله اديك انت قلت لي معلومه حلوه، وفرت عليا كل يوم والتاني، كل يومين 2 بالظبط، 2 اروح اجيب يا جماعه كيلو علف ونص كيلو تشيش، كيلو علف ونص كيلو تشيش اجيبهم بكام؟ بال40 جنيه، واجيب بعض واجي 40 جنيه يوم ويوم او كل يومين. لما بصراحه فعلا كان مأثر عليا بامانه يا جماعه. انت عارفه يا جماعه احنا كلنا كستات بيوت لما بيتفتح كام باب ما بتبقيش انت عارفه تسدي اني باب بالظبط، فتحس الباب ده مفتوح والباب ده مفتوح والباب ده مفتوح، فانت مطلوب منك كل البيبان دي المفروض ان انت بتقفليه. فالحمد لله ان احنا
خلصنا خلاص يا جماعة من الباب بتاع الفراخ، يعني باب الفراخ والأكل بتاعهم قفلناه وذبحناهم والحمد لله، وقلنا كده تاكلون بألف هنا. فين متابعيني؟ فين كل حبايبي يجي ياكلوا معايا الفرختين اللي انا باكلهم بقالي يجي شهرين ونص ووزنهم نص كيلو الفرخ. بس والله يا جماعة بصلة المحب خروف، فانتوا بالنسبة لي يعني انتوا، انا عارفة انا بحبكم وانتوا بتحبوني، فاكيد اي حاجة مني انتوا هتحبوها، بس انا مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس هو معناها كده يعني. لا البصل اللي وراه ده مش قصدي مش قصدي عليه، لا. المهم البصل اللي وراه ده يا جماعه كنت بخزن بصل، فكنت بعمله كده، يعني ايه، بقعد اعمله مع بعضه كده شويه كده واربطهم واعلقهم في مسمار. المهم بقى كان ده المفرط اللي هو مش بيتربط يعني، فقلت خلاص خلوهم كده مفرطين كده، عشان ايه؟ الحر مبهدل لنا الدنيا ومبوظ لنا كل البصل وكل حاجه. الجو السنه دي حر جدا يا جماعه بامانه، ربنا يعيننا يا رب، ربنا يعيننا على اللي احنا فيه، اللهم اجرنا من النار ومن حر النار يا رب. المهم يعني خليتهم كده، فقلت ايه، كل ما الاقي البصل في التربو خلص وكده تحت وانا بطبخ، اطلع ايه اجيب ايه فوق إيه يعني كيلو بكيلو كده انزله كده يعني تحت. هنا طبعا كنت بحط المية دي بتاعت اعزكم الله يا جماعه، اللي هي بنضف فيها الفراخ من الريش وكده. هتقولي يا شيرين كل شويه تحطي في الميه ايه ومعرفش ايه، كنت بقطع الرجول بتاعه الفراخ وبحطها في الميه عشان تستوي. اصل انا كده كده لسه بقيه الفراخ هعملها في الميه، فكده كده مش هطفي على الميه، فخلاص طول ما الميه شغاله اسوي للقطط الايه الرجول. وبما اني افتكرت الرجول بتاعه القطط اللي انا بجيبها لهم كل مره وبنضفها معايا واقعد اقص في ضوافرها واعملها، ام علي سالتني، طبعا حبيبتي واختي ربنا يبارك لها في عليا ويا رب تشوف عريس قد الدنيا. المهم ايه، قالت لي في مره شيرين طب انت بتاكلي القطط ليه بتوجعي في قلبك وبتنضفي لهم الرجول؟ انا بقى هرد عليك اقول لك ليه يا ام علي يا حبيبه قلبي، علشان الرجول بتنطبخ معانا في الاكل، فما ينفعش ان انا مادام هحطها معايا في الاكل يبقى لازم اكون غسلاها كويس ومنضفاها كويس والدنيا تمام، عرفتي؟ لكن لما نيجي ناكل هيبقى ده منابل ايه، منابل قطط، عرفت؟ مع الجلد بقى مع العظم مع اللي بيطلع مننا يعني وكده، فاهماني؟ بس فعشان كده لازم انضفها كويس جدا وتتغسل كويس جدا جدا، ما يكونش ليها ريحه ابدا. لكن انا بما اني هنا في ميه اهو والقطط جعانه، ان احنا ما كناش عملنا اكل قبلها بيوم، كنا عملنا مكرونه كده بصوص احمر كده يعني بصلصه حمراء، وبشرنا جبنه رومي عليها كده من فوق، كل واحد خد طبق وشكرا. طبعا القطط ملهاش في الكلام الاكل الاتيكيت بتاعنا ده، فيعني كانوا جعانين وانا كنت حاسه بالذنب من يمهم جدا جدا جدا. كان عندي لانشون كنت جايباه وطلع اللانشون يكون استرخصت، اه والله يا جماعه فعلا الحاجه الرخيصه دي، بس هنعمل ايه يا جماعه، ما انتوش ملاحقين، كله غالي وكله كله كله، فقلت اما استرخص في اللانشون، فروحت جبت لانشون ايه نص كيلو كده ب50 جنيه، طلع طعمه مش حلو خالص خالص، فقلت خلاص للقطط، فخلصنا على القطط، فما بقاش عندنا يعني حاجه ان انا اكلها لهم، فقلت لهم طب والله لبكره هعوض لكم مقاساتكم النهارده اللي انتم ما اكلتوش. طلعت بقى خدت الست فراخ بتوع نور ايه اللي هي كانت جايباهم دول، وذبحتهم كده ونضفتهم وخدت الرجول وخدت الروز بقى وايه، واي جناح كده مش عاجبني كده احس ان ايه يعني وانا بنضفه اتسلخ مني من الجلد كده، قلت طب وعلى ايه ما القطط بتاكل، اقوم جايه قطعه وحطاه في الميه. على ما خلصت كل ده كان استوى في الميه، لان الفراخ صغيره يا جماعه، فكل ده كان استوى في الميه، فقمت حاطه لهم ايه ياكلوا يعني في الاخر. يا رب الفيديو يعجبكم النهارده، يكون عند حسن ظنكم. دمتم في رعايه الله واستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.